بسم الله الرحمن الرحيم. أوجه التحية لقائد أنا خدمت معاه، يمكن كتير من المصريين ما يعرفوش، وكتير من الجيش يمكن ما يعرفش ده. اللواء سمير فرج كان قائد كتيبتي. وكان ساعتها طبعا كان راجع من كلية القادة وكان في بريطانيا. وأنا لما رحت بريطانيا لنفس الدورة ديت كانت أكتر حاجة مشهورة بها الكلية هي المناظرة اللي تمت ما بين الدكتور أو اللي هو دكتور سمير فرج وبين الرئيس شارون بعد حرب 73. فأنا بوجه لك كل التحية يا فندم، وكل التقدير يا فندم، وكل احترام يا فندم. تبنى الحلم بإرادة وتتلمذ على يده جيلاً بعد جيل، سعى لبلوغ الريادة ولديه أمانة التفسير، مصححاً للتشويش في التفكير ببراعة. آمن بالفكر والتطوير وعبقرية الأداء وسلامة التحليل في كل موقف تاريخي. طور وأنشأ وأسس بتميز لملء المنصب والمكانة المواطن والعسكري النبيل اللواء أركان حرب الدكتور سمير سعيد محمود فرج، من أبناء مدينة بورسعيد. تخرج في الكلية الحربية عام 1963 والتحق بكلية أركان حرب المصرية وتخرج فيها في عام 1973، ثم التحق بكلية كمبرلي الملكية لأركان الحرب بإنجلترا عام 1974. تولى المناصب القيادية في القوات المسلحة حتى قائد فرقة مشاة ميكانيكي، ثم مديراً لمكتب مدير عام المخابرات الحربية ومدير إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة لمدة 7 أعوام. أنشأ المركز الإعلامي العسكري كأول مركز إعلامي في الشرق الأوسط، كما أنشأ مركز الشؤون النفسية للقوات المسلحة، وأسس أول مكتبة إلكترونية لحفظ التراث. طور إدارة منظومة الإعلام العسكرية، كما شغل مناصب رئيسية في هيئة عمليات القوات المسلحة وهيئة البحوث العسكرية. وتقديراً لدوره المتميز أصبح ملحقاً عسكرياً بالعاصمة التركية أنقرة. أصبح أول ضابط من خارج حلف الناتو والكومنولث البريطاني. عمل مدرساً بكلية كمبرلي الملكية لأركان حرب إنجلترا، كما عمل مدرساً في معهد المشاة وكلية القادة والأركان المصرية، وكان عضواً بالمجلس العسكري المصري الذي أدار البلاد خلال أحداث يناير. اختير ممثلاً عن مصر في مناظرة رسمية تذاع على التلفزيون البريطاني BBC أمام شارون رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق للتحدث عن دور مصر في حرب أكتوبر لعام 1973، وانتهت المناظرة بفوز مصر لتكن من أهم المناظرات العالمية. لم يكتف الدكتور سمير فرج بالدرجات العلمية التي حصل عليها في العلوم العسكرية، وإنما أضاف العديد من الدرجات العلمية في العلوم المدنية. حصل على ليسانس آداب قسم تاريخ من جامعة عين شمس، ودبلوم إدارة الأعمال من الولايات المتحدة الأمريكية. حصل على درجة الدكتوراه عن دور الإعلام في إعداد الدولة لتحقيق الأمن القومي المصري، وتولى منصب المحافظ لمدينة الأقصر، وأحدث بها نقلة في الإنشاءات والدعم والتطوير، وتولى منصب وكيل أول وزارة السياحة. لديه ثراء علمي ومؤلفات عسكرية وأخرى في عدة مجالات، منها أوراق من حياتي، وداعاً للسلاح سيرة محارب، 7 سنوات في طيبة، تجربة محافظ، أحداث ومواقف، الاستراتيجية والسياسة، وجهان لعملة واحدة. حصل على العديد من الأوسمة والجوائز فاستحقها وبجدارة. وسام الجمهورية الطبقة الثانية،
نوط الواجب العسكري الطبقة الثانية، نوط الخدمة الممتازة، ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة. كرمه السيد رئيس الجمهورية لجهوده في تنظيم وإدارة الندوة الاستراتيجية بمناسبة مرور 25 عام على نصر أكتوبر المجيد. كما كرمه الاتحاد الأوروبي، وكرمته أكثر من 20 جامعة مصرية، واليوم تكرمه جامعة طنطا والتي تعد من أعرق الجامعات المصرية. إنه العسكري والمحلل والمفكر البارع، اللواء أركان حرب الدكتور سمير سعيد محمود فرج.